دلوقتي بنقابل كابتن فريق الفيوم واحرف لعيب فيهم ما شاء الله، كان ملفت للانظار تماما واحرز اهداف كتير النهارده، وكان هو المحرك الاساسي لمنتخب جامعه الفيوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا كابتن. اسم حضرتك؟ ايمن محمد. ايمن، انت بتلعب في نادي؟ بلعب في نادي درجه ثانيه في الفيوم. خماسي ولا 11؟ 11. بتلعب ايه؟ بلعب فرو. فرود. بقالك قد ايه مع منتخب الجامعه؟ بقالي انا سنه ثانيه دلوقتي، يعني دي السنه الثانيه. حصلت على بطولات قبل كده مع الجامعه؟ واحنا في الشاطئيه في بورسعيد خدنا مركز ثاني. مركز ثاني؟ ثاني. بس اللي حققناه يعني. طموحك ايه بقى في البطوله دي ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني احنا بنسعى ان احنا ناخدها، لان احنا مش قليلين ان احنا ما ناخدهاش يعني. واحنا يعني اجتهدنا لحد ما وصلنا الحمد لله. بس كان في كذا كومنت كده من الحكم، كان خلاص على وشك يعني انت وانت بره بتريح شويه، الحكم اداك انذار، كان ايه السبب؟ ما هو الراجل اللي هو الطويل اللي هو بالشعر الطويل ده كان مش لسه ما عداش نص الملعب، والراجل لعبها له ما حسبهاش فاول. زعقت، هو شايفها وما حسبهاش، بس هو ده اللي زعقت عليه. انت لاعب ولا حكم؟ مش عارف، انا اتنرفزت. انتوا فرقه محترمه والله، وما شاء الله يعني حاجه كويسه، وربنا يوفقك من مكان لمكان، وان شاء الله السنه الجايه يعني او لما اكمل البطوله تحصل على احسن لاعب في البطوله ان شاء الله. اتمنى ايه بقى في البطوله اللي جايه؟ اتمنى ان شاء الله كل خير، ان احنا ناخدها باذن الله. ان شاء الله. شكرا. ربنا يخليك. شكرا. وتابعونا. هذا البرنامج برعاية